داخل هذا المكان اللي ما تلفت إليه الأنظار. فالأنظار كانت موجهة على البيت وما حولت البيت. ولكن كان ينزلوا في أغلب الأوقات يتمركزوا في هذا المكان، في هذا المكان، والذخائر والعدة كانت موجودة فيه. وأماكن عدة من هذا النوعية كانت هي أساسا من الأول، ولكن يعني اتخذوها كانت تستخدم لأغراض يعني مع الأمطار وهذا للمزارعين. شوفوا الحاجز حطوا من الجديدة في حالة إذا حصل هجوم ولا رصاص يكون يعني يمنع عنهم. وانت راعينا بنت عندك الشجرة قل له. خلي احنا هذا عندك لقطة حلوة خليك عندك. لا أبغى عاد. وهذا البيت من أهم البيوت التي تمترس فيها المخربين هذولا. من أهم البيوت التي تمترس فيها المخربين. فكانوا يتمترسوا فيه في أخزاق تحت دهاليس يخرجوا منها لا خارج، عبر منفذ هنا صغير وعبر منافذ هناك صغيرة يخرجوا منها إلى كل مكان، بحيث أنه لا أحد يكتشفهم لا من القوات المسلحة ولا من المواطنين. فتسببوا في خراب هذا المواقع، هذا البيوت حق المواطنين